ايه ده؟ اللي مين حضرتك؟ انت اللي مين؟ انا صاحب المحل، انت مين؟ انا علي بيجيب حاجه بس هديه وجاي. وانت ايه اللي مقعدك جوه المحل هنا؟ هو اللي قعدني هنا. هو اللي قعدك هنا؟ هو اللي قعدني. السلام عليكم يا استاذ هشام، انت بس في من امتى يا استاذ علي واحنا بنقعد الزباين جوه المحل؟ ايه ده بس انت مش عارف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ هقول لك انا ايه اللي حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك، عايز ايفون 13 برو ماكس. اتفضل حضرتك، ده من احسن الاجهزه اللي عندنا. والله انا هشتريه من وشك السمح ده. تمام ماشي حضرتك، مفيش مشاكل. استاذن بس حضرتك علشان يعني فرض ربنا وكده، حضرتك هتدخل بس هتستريح وانا 5 دقايق هنزل اقضي فرض ربنا وهاجي واللي حضرتك تؤمر بيه اعمله لك. انت كده هتاخرني، بس بدل فرد ربنا يا ريت الناس كلها تبقى زيك. هنتظر. عرفت بقى ايه اللي حصل؟ برضه ما ينفعش تسيب الشغل خالص يا علي وتروح تصلي. فرض ربنا ده هشام، ده ربنا بينده على الواحد بيقول له تعالى. اسمع يا علي، الشغل شغل، انا ما بحبش الدلع في الشغل. وانا لا مؤاخذه يا هشام، انا مش هكمل في الشغل طالما هو كده، ربنا يعمل من اي حاجه. يعني ما يسيبش الشغل. ايوه ما يسيبش الشغل. انت تعرف ان لا يبارك الله في عمل ينهى عن الصلاه. انا عارف الكلام ده. طب يا هو سيدي. ما غلطش يا اخي. بقول لك ايه يا ابني، انا راجل صاحب شركه استيراد وتصدير، لو عايز تيجي اصدرك يبقى تعالي في اي وقت. بجد يعني هتصدرني واصدر لك؟ ده الكارت بتاعي. ماشي. هستنيك. ايه في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.